صينية السعادة، صينية النص ساعة. بس عايزة اقولك مش هتاخد وقت معاكي خالص، ولا الحمام المحمر ولا الفرخة المتحمرة الجميلة ديت. يعني ما قدرتش اقاوم، فتحتها يا جماعة. الفريك بصوا مفلفل ازاي، حاجة جميلة فعلا، حاجة حلوة. بصوا الفريك مفلفل ازاي. تعبتي من سلق وتحمير وبهدلة بوتاجاز وتحمير وبهدلة وزيت وطرطشة. طب انا هخليك النهاردة تاكلي شوية حمام ولا الفراخ المشوية المحشية. بقولك حاجة تانية. بصي الحاجة يعني بتتكلم عن نفسها. تمام. اهم حاجة نجيب الفراخ بتاعتنا. ما بتاخدش سوا، لان في فراخ كبيرة في السن يا جماعة بتاخد سوا جامد. دي مش للحشو طبيعي. دي بلدي، بس بلدي اللي هي ما بتاخدش سوا. تمام. او الفراخ البيضة عامة ما بتاخدش سوا برضو، او الفراخ الحمراء. بس اهم حاجة ما تكونش كبيرة في السن. طبعا الناس عارفة يعني ايه كبيرة في السن، اللي هي البياضة اللي هي بتبيض. في فراخ اسمها عتاقي عامة يعني. تمام. وعايزة اقولك يعني انا مش قادرة اقاوم، انا فتحت يا جماعة ودوق. تستاهل التجربة فعلا. ولا الحمام بصي ما فتحتها لكم، بصوا مستوية من جوه اهي، ولا الهوا. وبص الفريك دايب دوب. ما بصوا يا جماعة الواحد بقى ما قدرش يقاوم. ولا الصوص اللي نازل تحتيها، والحمامة فوق وتحت معمولة اهي. بصوا بتتكلم اهي، بتقول لكم يا جماعة انا مستوية ومحمرة من غير زيت ومن غير اي حاجة. قبل اي شيء ما تنسيش تحط لايك واشتراك في القناة، وتقولي لي انت بتتابعيني من انهي دولة. و يا ريت يا ريت يا ريت نخلي الفيديو ده يوصل لأكبر عدد ناس، لان ناس كتير بتحتار في السليق وكل ده. تمام. احنا جبنا هنا الحته طبعا بتاعت البهارات والحاجات دي يعني مش عارفه راحت فين، انا كنت مصوره بس عدت. انتي بتجيبي بصلايه بتخرطيها، وتحطي معلقه قرفه، فلفل اسمر، كمون، كزبره، جنزبيل، وتحطي الحوايج بتاعه الفراخ والكبد والقوانص وبتاعه الحمام، وتفضلي تشوحي فيهم. والفريك انا جايباه بلدي. الفريك البلدي يا جماعه ده فريك صعيدي بلدي، بس لونه اخضر، بيبقى خضره جامد قوي. وتحيقي بالملح وتحطي الميه بتاعتك. تمام. وتوطي عليه. انا مش عايزه الفريك يعجن زي ما انت شفتي كده في الفيديو. الفريك الحمد لله والله الحمد طالع مفلفل ومستوي وجميل جدا. بصوا انا بقلب لكم اهو. انا كده سويت الفريك بالميه. هعمل ايه؟ هحط شويه ميه تاني صغيرين قوي، اللي انا هغطي وش الفريك بتاعي. ما تقلقيش مش هيعجن، بس ما تزوديش ميه عن كده. بصي البكبكه اهي بعد ما شرب، هم دول شويه الميه اللي بيبقوا ايه، خلاص بيبقى الفريك 3/4 استوى، والربع الاخراني بيستوي مع الفرخه ومع الحاجه. نسيبه لما يبرد خالص، ونجيب الفرخه بتاعتنا الجميله ديت. طبعا احنا غاسلين كل الكلام دوت حلو جدا في محلول النقع بتاعها، اللي هو جنزبيل وملح بس فقط لا غير. شويه دقيق، عندك دقيق عندك، ما عندكيش خلاص. وفتحه الجلد طبعا بتاعها زي ما انت شايفه. وبحط بتاع معلقتين بس بفرشهم فين في الفرخه. طبعا الفرخه الله يسامحه الفراخ يقول قلت له هحشيها، قام فتح لي الرقبه بتاعتها من ورا. اسكت؟ لا ما اسكتش، برضو نتصرف يا جماعه. شفت العود او الخله؟ يعني في بلاد بيقولوا عليها عود وفي ناس بتقول عليها خله. تمام. بتاعت الخشب دي بعملها ايه زي تخيطه كده او ايه، عاشق ومعشوق كده فيها. وبتبقى شكلها جميل جدا ومفيش اي حاجه اهي. شفتوا فيها حاجه متعوره؟ ابدا. نفس نظام الحمامه، ما تخليهوش يفتح لك الحمامه جامد جدا من تحت، عشان ما تخدريش وما تطلعيش الفريك منها. وتحشيها حشو جميل جدا زي ما انت شايفه كده. لازما الفريك يكون زي ما قلت لك بارد، عشان الجلد جوه ما يتهريش، وتعرفي تحشي عامة يعني صح. لاني بصي يعني الفتحة هو فتحها لي صغنونة جدا، اللي هو بدخل المعلقة وبكبس بصباعي بالباقي. والرقبة بحشيها زي الممبار كده هو. او لو انت الحمام مفتوحة جامد من عند الرقبة، ممكن تدخلي كده من ايدك من جوه وتوصل للزور. تمام. طبعا يعني بتبقى طعمها يعني بتبقى الشكل شيك وشكلها حلو كده هو.
تمام. وهعمل كله زي بعضه. طبعا بقى تعالي للصوص بقى، والحركه اللي انت شفتيها، الحمار اللي انت شفتيه في الحمام والفراخ. هجيب كيس صلصه يا جماعه، مش هنكدب على بعض واقولك صلصه مسبكه ولا اي. كيس صلصه هتفضيه في بوله، وتحطي ملح، جنزبيل، مع السكر. انا حطيت زعتر، لان الزعتر عايزه اقولك وداها في طعم تاني اللحمه من بره. انا ما حطيتش زعتر فيها من جوه، لا الزعتر ده تحسي ان انتي بتاكلي حاجه خليجي على مصري، على طعم كده، بصي موديكي في حته تانية. تمام. وهحط معلقه سكر زي ما انتي شايفه كده، لان السكر بيديه اللحمه تسكيره مع الجلد بتاعها متشوح كده. والله يا جماعه فعلا هتجربوها وهتدعولي. وحبه زيت كده حلوين. الزيت ليه؟ طبعا الحاجه اتحمرت، احنا عايزينها بتلمع زي المحلات بره وبتوع بره. ازاي؟ الزيت ده هو نقطة اللمعان بتاعة الطير بتاعنا، او الصينية بتاعتنا بتاعت السعادة اللي انا عملتها ديت. بيخليها بيوديها في حتة تانية خالص. عايزة اقول لكم فعلا صينية تستاهل عليها صينية السعادة. بص انا رصيتها قصادك اهو. طبعا الحمام اللي اتاكلت دي ما سبتهاش، طبعا شلتها. وتجيبي فرشة بقى بايدك زي ما انت عايزة، بس الفرشة الصراحة خدت معايا الصلصة حلو جدا. وفي ايه وحطيتها. تاني حاجة يا جماعة، وانا اهو بدهن اروح ايد الفرن. لازم الفرن بتاعي يبقى سخن عشان ندي صدمة للصينية. يعني ايه صدمة للصينية؟ علشان تسخن بسرعة وتتقفل المسام بتاعة رقبة الحمام، رقبة الفرخة. آه ما تبقاش ممهمطة بمعنى اصح وتبقى وحشة. تمام. ونرش كله كده زي بعضه. تمام. بعد كده هو الشوية اللي هيفضوا مني هحط عليهم ايه؟ كوباية مية. وهحطها من الجنب كده في الصينية. انا هوريكي دلوقتي قصادك حتى. انا هحط فيها كوباية مية، وهقلب شوية الصوص اللي فضيوا، واحطها في جنب الصينية. هكون محضرة ورقة زبدة وايه، ورقة فويل. ورقة الزبدة طبعا زي ما قلتلك هنعوصها ايه زيت عشان ما تلزقش في الجلد. تيجي نشيلها تلاقي ايه الجلد طلع فيها، وللاسف تبقى شكلها مش حلو العام يعني بتاعها. بصي ادي الكوبايه اللي انا حطيتها فقط لا غير، كوبايه الميه في البوله. وادي اهو الزيت زي ما وريتك. وهغطيها وتكمريها حلو، وتحطيها في الفرن. وصحه وهنا على قلبكم يا جماعه. وكل واحد نفسه في حاجه يعملها، عنده عزومه، عنده اي حاجه في نص